بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. دخل علينا الشتاء أو بدأ شوية الدنيا تبرد في بعض الأماكن، مش في كل الدول طبعا، ولكن فصل الشتاء خلاص قرب. وكتير من أولادنا للأسف الشديد بتكون مناعتهم ضعيفة، بيبدأوا ياخدوا نزلة برد، ربنا يحميهم ويحفظهم جميعا. الكحة والعطس والسخونية والمناعة القليلة، حتى الكبار دلوقتي كمان بقت دخول فصل الشتاء بيسبب لهم نزلات البرد، ومش عارفين طب نعمل ايه، نقوي مناعتنا ازاي علشان لا قدر الله لو جه دور برد ما يبقاش تأثيره كبير جدا، ونبقى نايمين بقى في الفراش تعبانين جدا والسخونية ومش قادرين ناكل واحتقان الحلق والأمور اللي انتوا عارفينها دي كلها. حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن احنا ازاي نرفع مناعتنا ومناعة أولادنا في فصل الشتاء علشان ما نصابش بنزلات البرد الشديدة، ولو لا قدر الله أصبنا بيها ازاي يكون العلاج من خلال الأعشاب الطبيعية والمشروبات السخنة والعسل الأبيض والأمور دي كلها، لأن في ناس كتير ما بتحبش تاخد الأدوية ويبقى في بقى أمور كيميائية كتير في الجسم. وبعض الناس بتقول هو يعني هياخد دورته في الجسم كده كده، عدد الأيام ده هتكون موجودة، والأدوية اللي انتوا بتاخدوها دي ما هي إلا إنها يعني ممكن تسبب بعض المشاكل في الجسم، ولكن خليكوا مع الأمور الطبيعية أفضل. طبعا ده بعد استشارة الطبيب، لما نروح للطبيب ونشوف هل فعلا احنا محتاجين أدوية معينة ناخدها ولا لأ، لأن في ناس بتجتهد من نفسها، هو عارف أول ما بيجيله نزلة برد حاطط حبة أدوية معينة في البيت، فبيروح ياخدهم من نفسه من غير ما يستشير الطبيب ولا أي حاجة. خلينا النهاردة بقى نعرف ازاي نرفع مناعتنا ومناعة أولادنا في فصل الشتاء من خلال المشروبات الطبيعية والأعشاب الطبيعية، مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة سماح الحصري، المتخصصة في التغذية العلاجية والطب النبوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيك يا أستاذة ندى، أخبارك أهلا إيه؟ وسهلا، الحمد لله خير ونعمة من رب العالمين، الحمد لله. خلاص بيدخل فصل الشتاء اهو، في بعض الأماكن بدأت الأمطار، في بعض الأماكن لسه شوية، ولكن خلاص يعني احنا داخلين على فصل البرد. والناس دايما بتبقى خايفة خصوصا على الولاد لما بينزلوا الصبح يروحوا المدرسة، فياخد يعني بقى تجيله نسمة هوا ولا بتاع فايه يتعب ويدخل في دور احنا يعني بنبقى متضايقين جدا منه. فخلينا نتكلم عن بعض الأعشاب. ايه هي أشهر الأعشاب اللي بينصح بيها ان احنا نكسر منها في فصل الشتاء لأنها بترفع المناعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي ضبط جهاز المناعة، هنتكلم عن أعشاب أو بعض الخطوات اللي تضبط جهاز المناعة، ولا ترفع جهاز المناعة ولا تخفض جهاز المناعة. هنتكلم عن الكركم، من الحاجات الممتازة جدا جدا، اللي هو في مادة الكركمين، وهي مادة ممتازة جدا جدا مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. الكركم. عندك الجنزبيل، من الحاجات الممتازة جدا جدا، بيدي تدفئة للجسم وبيقضي على الالتهابات وبيقضي على الفيروسات الموجودة بتاعت البرد. عندك كمان الليمون، عندك الزعتر حلو جدا للكحة ومشاكل الجهاز التنفسي كله، الزعتر البري. عندك النعناع مهدئ للكحة برضو، بيخلص من احتقان الحلق، كمان من سيلان الأنف، اللي هو اللي بيجي الأطفال على طول تلاقي فيه سيلان الأنف على طول عندهم. عندك البابونج مقوي يضبط المناعة ويقضي على الالتهابات. عندك الشاي الأخضر مضاد الأكسدة عالي جدا جدا. فإحنا كل ما نستخدم الأعشاب بطريقة آمنة بنلاقي فايدة عالية جدا جدا. بخاصة الأطفال بنحاول إن احنا نستخدم بيهم الأعشاب اللي مش شديدة أو ثقيلة عليهم. يعني هو في أعشاب يعني الكبار هم يستخدموها وممنوع على الأطفال إن هم يستخدموها، في أعشاب للكبار وأعشاب لا، للصغيرين؟ الأعشاب الأطفال، هي الأعشاب عامة تستخدم الأطفال بكميات قليلة جدا جدا وبجرعات مش زي الكبار، يعني غير الكبار. يعني طب الجرعات قولي لي بتبقى بنستخدم الأعشاب إزاي؟ يعني مثلا حضرتك ذكرتي مثلا الكركم، نعم. طب ده لو أنا هستخدمه بشكل عام أستخدمه إزاي لحد كبير واستخدمه إزاي لحد صغير؟ هو احنا كده الكركم احنا بنستخدمه، ونفضل نستخدمه مع الحليب
او مع الشوربه، مع اللبن. ما بنغليه مع اللبن او الشوربه. في بعض الناس بيقولوا حليب وناس بيقولوا احنا بنقول عليه لبن، لكن بعض الدول بيقولوا عليه حليب. ايوه بالظبط. نعم، فاحنا بنستخدمه مع الحليب مع اللبن. بنستخدمه، بناخد معلقه صغيره مثلا لو احنا هنستخدمه مع اللبن فقط الفاتر اللي هو مش سخن، يعني مش درجه حراره عاليه، مش مغلي. مش مغلي. فاتر، بنغليه وبعد كده بنخليه يبقى فاتر، ونحط عليه كركم، ونحط عليه رشه فلفل اسود، وابتدي نستخدمه للاطفال. بيبقى جرعه قليله. احنا مثلا احنا بناخد معلقه صغيره، الطفل بياخد ربع المعلقه. وبيستخدمه مره، مش كل يوم. مش هو بستخدم له كركم، مش هو بستخدم له جنزبيل، مش كل بحاول اغير يوم مرتين في الاسبوع بديله الكركم. طب الكركم ممكن اعمله كمشروب ذهبي، ده حلو للكبار والصغيرين وحلو جدا، بس بحط منه كميه قليله. بجيب مثلا كاسه حليب وبحط عليها معلقه جنزبيل. طب الجنزبيل نخليه يغلي؟ ما نخلوش يغلي برده. احنا بنحط الحليب يغلي ويدفى، بعد كده بحط الجنزبيل ياخد غلوه بسيطه جدا، مش غلوه درجه الغليان العاليه. وبعد كده بحط عليها عود قرفه، وبعد بحط عود القرفه بطفي البوتاجاز واحط الكركم، وبعد كده بحط رشه فلفل اسود، بحط عليها معلقه زبده او معلقه جوز الهند، زيت جوز الهند او زبده جوز الهند، وبشربه حلاه بالعسل. ده مشروب تحفه للاطفال والكبار والصغيرين وكله، اسمه المشروب الذهبي. الله، ده حلو جدا. ده لو تعملي لطفلك مثلا بالليل قبل النوم حلو جدا. انا كده كده مدياله جرعات قليله بالنسبه للجنزبيل وللكركم والاعشاب اللي احنا قلنا عليها. الطفل احلى حاجه ليه البابونج، حلو جدا. الله، ده بيهدي بقى الاعصاب اصلا للكبير يعني قبل الصغير. طب نعمله ازاي؟ هل في طريقه للتحضير معينه للبابونج عشان يعني ترفع المناعه، او يبقى نستفيد من الزهره فعلا كويس وناخد فعاليتها؟ هي كل الاعشاب الورقيه او الزهره ما بنغليهاش، بنغلي الميه، وكمان الميه ما بنغليهاش كتير. احنا بنغلي الميه اول ما بتغلي غلوه، بكون حاطه الثمره او الورقه في قلب الكاسه وبصب عليها الميه، بغطيها لمده 5 دقايق، بعد كده ابتدي اشربها. طب انا عايزه احلي بالعسل، ما احليش وهي سخنه بتغلي، لازم تكون فتره عشان العسل ما يفقدش الفيتامينات بتاعته والفوائد بتاعته. بخلي الميه فتره، يعني هشربها خلاص بدوب فيها معلقه العسل ومعلقه خشب وابتدي اشربها. ده بالنسبه للزور. طب الحاجه الصلبه، اي عشبه صلبه زي مثلا لو عيدان القرفه، بحطها تاخد غلوه، يعني مش خليها تغلي كذا مره عشان ما تفقدش زود الطياره بتاعتها او تفقد الخصائص بتاعتها. هي اول غلوه يعني دوبك يبتدي يغلي، اروح مغطيها واحطها على النار واسيبها شويه تقشر منها، لان احنا كده بنغطي الزود الطياره ما تخش تطير، بناخد فايدتها كلها، خصائصها كلها بتنزل في الميه بتاعتها. ده مهم جدا. اليانسون حلو للاطفال جدا، الكراويه حلو للاطفال جدا، الحلبه بس هي مشكلتها بس في ريحتها اللي ناس كتير ما بتحبش تشربها عشان الريح. بس الحلبه لكله، هي فيها اضرار وفيها ممكن تضر وممكن تنفع اي اعشاب. لما ناخد كاسه حلبه في اليوم واحده او كل يوم بعد يوم، باخدها بغليها غلوه وبحط معاها عودين قرنفل، بحط معاها المسمار، بحط معاها قطعه جنزبيل، بحط معاها مرمريه عشان الريحه. حتى بتقولي مشكلتها في الريحه بالظبط، فانا بدعمها بحاجه عشان تقضي الريحه بتاعتها. ولما بشرب كاسه في اليوم واحده خلاص انا كده ضبطت عندي هرمون الانوثه. عند الرجال بتظبط الهرمونات عندهم لو كاسه واحده بتظبط. طب انا لو زودت اكتر من كاسه في اليوم انا كده دخلت في السمنه، هتجيب لي سمنه، هتخليني اتخن. الحلبه طبعا. نعم، فكل اعشاب ليها مقاديرها وليها طريقتها، ما زودش منها عشان ما اخش ضررها، اخد منافع بتاعتها بس. تمام جدا. طيب خلينا نتكلم بقى الاعشاب دي ازاي بتعمل وقايه من نزلات البرد والانفلونزا والحاجات دي. يعني احنا عارفين لما بيجي لنا دور البرد بنلجأ على طول للاعشاب دي بنشربها. طب هل احنا المفروض نشرب من الاعشاب دي قبل يعني نعمل الوقايه؟ هل فعلا هي بتعمل وقايه؟ ما انا على طول لما بدي جسمي باقتل الفيروسات على طول. مثلا فيروس البرد واضح، الانفلونزا مثلا زي ايام الكورونا، فانت كل ما بتشربي الاعشاب وبتاخدي الحاجات الطبيعيه وتشربي العسل، فانت بتدي جسمك مقاومه، سلاح يحارب بيه اي فيروس يجيله. بتقضي على الاكسده، بتقضي على الالتهابات، بتقضي على الفيروس قبل ما يتفحل او يبقى شديد عليكي. فانت بتقضي عليه في اوله قبل ما بيجي خلاص. ممكن طفل مثلا اول ما بيتعب على طول بتديله حاجه سخنه، بتديله ليمون بعسل، بتديله مشروب سخن، خلاص ما شاء الله ما بيطولش معاه التعب خالص، بالعكس بيخلص منه بسرعه. لكن بعض الحالات طبعا بتبقى تعبانه لازم تروحي للطبيب يشخصك. طب انا رحت للطبيب شخصني مش عايزه اخد مضاد حيوي، خلاص الجا للحاجه الطبيعيه.
لو جابت نتيجه يبقى تمام وحلو ومية مية، خلاص ما فيش يبقى ناخد مم. المضاد الحيوي. هو ينفع ان احنا ناخد الاعشاب اللي احنا اتكلمنا عنها كلها مع الادويه بقى بتاعه الصداع والتهاب الحلق وكل الادويه المعروفه بدون ذكر اسماء حاجات نعم. معينه، يعني يمشي الاعشاب مع الادويه دي ولا ممكن حاجه تاثر على حاجه؟ بعد الادويه لا طبعا، في ادويه اللي هو الامراض اللي بيقولوا عليها مزمنه ما ناخدش معاها الاعشاب الا باستشاره طبيب. مم. اما لو عندي برد اخد ما فيش مشكله، عندي انفلونزا، عندي مغص، عندي ما فيش مشكله، الحاجات السهله دي مع استشاره الطبيب. لو حاجه مش مثلا شربت كوبايه عندي ينسون، عايزه حاجه تهديني بشرب شويه ينسون واخدت العلاج واخدت كوبايه ينسون ونمت. مم. فانا ما اللي هو ضررتش طبيعي نفسي. عادي. طبيعي. اه. لكن مثلا في بعض الناس عندهم سيوله، لا ما ياخدوش طبعا الحاجات دي بتزود السيوله، زي اه. الجنزبيل زي الكوست. ناس عندهم ضغط مرتفع بشرب رصوص كتير بيرفع الضغط. ففي بعض الاعشاب لا انا ما باخدش الحاجه دي لما ارجع لطبيب، مم. او اشوف انا حالتي ايه بالظبط. انا ممكن اجي اقول تقولي لي مثلا عندي برد، طب انت ما قلتليش الباقي، انت عندك طبعا ضغط مرتفع، طب انت عندك سيوله في الدم، طب انت مم. عندك مشكلتك ايه، لازم نعرف الحاله بالظبط. لكن في بيتنا مثلا طفل تعب خلاص انا بديله، مم. عنده احتقان في الظروف بديله حاجات دافيه، بديله ميه بعسل. انا كل يوم قبل ما اخرج ابني للبيت بعمل له ميه بعسل، اه. ميه بعسل دافيه بسيطه فتره عشان ما يخليها يعني في درجه دافيه. اه. دافيه زي دمعه العين كده زي ما بنقول احنا مم. كده، يعني دافيه بسيط جدا. وبدوب فيها معلقه عسل بمعلقه خشب والطفل ياخدها قبل ما يخرج، وانا كده عملت له الحصن بتاعه كده مش طب انا هيتعب. عايزه اتكلم بقى على موضوع عسل النحل بالذات، لان في كتير من الامهات تقول احنا طول الشتاء على طول الميه الدافيه مع معلقه عسل مع عصره ليمونه. نعم. ده طول الشتاء سواء هو تعبان او مش تعبان، ده اللي بنعمله له، ده الوقايه بتاعته. رايك ايه في الموضوع ده؟ وكمان علاقه عسل النحل برفع المناعه واضافته للاعشاب. العسل النحل ما فيش كلام فيه، لو عسل نحل طبيعي امم. واصلي، احنا الايام دي ما شاء الله مرزوقين بالغش. للاسف. فللاسف العسل النحل اه. طبيعي ده فيه شفاء، ده حاجه ما فيش، ده حاجه من يعني لما ربنا. احط عليه عصرة ليمون ومية دافية ما بيتروحش فعاليته يعني وكفاءته؟ أنا لو مثلا لو طفل تعبان او عنده احتقان في الصدور، انا بعمل مع اطفال مع اطفالي كده يعني، بحط معلقه العسل لوحدها وبعصر عليها الليمونه واقلبها لحد ما تبقى عامله زي سائل كده لزج شويه، وبديها له المعلقه ما شاء الله احتقان الصدور بيختفي تماما، امم. بيختفي فعلا. مثلا لو ابني عنده كحه والبلغم في صدره وحاسه انه مش قادر يعمل واخد علاج كتير والبلغم مش عايز يخرج من الصدر، بنقع له قليل من لبان المر، لبان الذكر، امم. وبنقعهم بالليل للصبح. بس بنقي طبعا الحبه البيضه مش الغامقه، امم. وبحطه وبغسله كويس، وبحطه في كاسه ميه واعمل عمليه نقع من بالليل للصبح، باخد معلقه. كل ما يزيد الكحه باخد معلقه بتختفي الكحه. امم. عندك زيت السمسم من الحاجات الممتازه جدا 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 للكحه. لو انت عندك طفل بيكح بالليل كتير كتير كتير، اه. اديله اه. معلقه زيت سمسم خلاص الكحه زيت راحت. سمسم. بس الاصلي لوحدها مش على حاجة؟ لوحدها، الاصلي بيمشي الكحه تماما. امم. يعني من الحاجات اللي بتخفف الكحه بالذات الايام دي الاطفال كلهم عندهم بلغم وعندهم كحه امم. ما شاء الله. عندك احنا قلنا زيت السمسم، الزعتر البري ده للكحه، النعناع، اللبان المر، دي حاجات ممتازه جدا جدا. العسل من الحاجات اللي بيختفي تماما، فيه شفاء في شفاء للناس. للناس. في ناس كتير بتجي لهم حاله كده هنقولها من خارج النطاق بتاعنا، بس لازم اقولها. امم. يعني حاله من الحالات كانت عندي جات لي 20 سنه عندها بلغم وكحه ما بتروحش تماما، يا الله. امراه امم. 20 سنه. طب انت ايه السبب؟ قالت لي الدكاتره كلهم بيقولوا حسيت صدر. طب ايه سببها؟ مش عارفين ايه سببها. امم. قلت لها طب انت عندك جيوب انفيه؟ قالت لي مفيش حد قال لي عندي جيوب انفيه. امم. قلت لها انت عندك مشكله في الجيوب الانفيه؟ قالت لي مفيش حد قال لي صراحه يعني. فانا عملت لها بعض الفحوصات كده، فقلت لها انت عندك جيوب انفيه. قلت لها السبب الاساسي في البلغم موجود في الصدر، اللي بقى 20 سنه عماله تاخد مضاد حيوي وتاخد، وهي سبحان الله جسمها قل جدا ووزنها نزل جدا كتر الادويه عماله تاخدها، طلعت عندها الجيوب الانفيه السبب. الجيوب الأنفية ممكن يتعمل عليها حجامة؟ لا احنا بنتكلم ان هي كان السبب في ايه بقى؟ السبب في حاجه اعمق وحاجه اقوى، حساسيه الصدر، البلغم المستمر، كحه مستمره 20 سنه. فاهمه يعني 20 سنه واحده بتكح وبتجيب بلغم بسبب الجيوب الانفيه. فسبحان الله اتعملت الجيوب الانفيه واخدت العلاج اتحسنت تماما. طب ممكن تذكري العلاج مرة أخرى أخدت إيه بالظبط؟ احنا قلنا عملنا لها اول حاجه جلسه حجامه، ودي مهمه جدا. احنا بنشتغل بالحجامه، بنعمل تدليك حوالين الانف بزيت زيتون عليه قليل من زيت النعناع، بندلك حوالين الانف كويس، بندلك عند الهامه كويس لاعلى، وبعد كده بنعمل لها كاستين حجامه عند الانف يمين وشمال، وبنعمل لها فوق عند الهامه 2. لو الانف يساعد ان انا اعمل له بالحقنه بالسرنجه هنا كاستين برضو بعمل له الكاهل والاخدعين، وبنعمل حجامه الكاهل مهم جدا، وبنعمل له خلف الدماغ.
إمم. وبعد كده قلت لها تستنشق بخار البابونج مع القرنفل وتشرب حاجات دافيه. اهم حاجه الاستنشاق، احنا عايزين نخلي الانف دوت يمشي منه الاحتقان، يمشي منه تعب الجيوب الانفيه. إمم. تستنشقه وتستنشق القسط الهندي، تستعطه، تاخد منه في الانف. هتعرفي تاخديه بودره تمام، إمم. مش عارفه تاخديه بودره خدي معلقه قسط هندي صغيره ودوبيها في كوبايه ميه، نص ربع كوبايه ميه، وخليها لما تنزل كل الفايده بتاعتها إمم. واصفيها احطها ببخاخه وابخ منها في الانف. ارجع للخلف ابخ اقطر قطره قطره وقطره خلف، وبعد كده اطلع الامام تنزل وامسح، وبعد كده ارجع تاني احط النقطه 3 مرات بنفس تمام. الطريقه إمم. صباحا ومساء. تبارك إمم. الرحمن تحسنت جدا مع الاستنشاق مع تدليك الصدر بزيت الزيتون مع قليل من زيت النعناع وتدفيته، خلاص إمم. الحاله اتحسنت. تمام. طب أخيرًا دكتورة سماح قبل الختام، هل طريقة تحضير الأعشاب بتفرق في فعاليتها وكفاءتها وإنها تقدر يعني تعالج وترفع المناعة؟ يعني طريقة التحضير لو أنا باحط المَيّة السخنة عليها واسيبها، أو لو أنا باحط الأعشاب مع المَيّة تغلي مع بعضها، كلميني عن طريقة التحضير سريعًا ومدى تأثيرها على كفاءة العُشبة. افضل حاجه طبعا زي ما احنا قلنا ان هي تبقى في الكوبايه نحط عليها ميه سخنه، ميه بتغلي ونغطيها ونسيبها. لو هنغلي العشبه، لو احنا مضطرين شايفين ان العشبه صلبه، بغليها غلوتين، غلوه واحده يا دوبك، وبغطيها برده اسيبها إمم. متغطيه لمده 5 على 3 4 دقايق واشربها. عشان ازود كفاءتها احليها بالعسل النحل الاصلي. تمام. وعشان ازود كفاءتها كمان إمم. احاول ان انا اشربها وما اكلش بعديها بسرعه، اسيبها إمم. تاخد راحتها وما اخدهاش برده على المعده مشبعه جامد عشان تاخد راحتها برده. إمم. واحاول يعني من ضمن الحاجات اللي اعملها وأما اخد العشبه بالذات، اخدها وانا قاعده، باخدها بشويش، بشرب بهدوء، بشفط شفط يعني ايه، أستاذ كان بيشفط الماء شفط، يحاول اشربها وايه واخليها تاخد على راحتها. 3 مرات كمان مش مرة اشرب على واحدة. طول، لا مش مره واحده طبعا، إمم. اشرب براحتها، إمم. واكون فيها نيه ان شاء الله إن فيها الشفاء وربنا يشفيه، يعني يكون عندي يقين فيها الشفاء. بإذن الله تعالى. باشكر حضرتك في النهاية دكتورة سماح الحصري المتخصصة في التغذية العلاجية والطب النبوي على وجودك معانا، شرفتينا وأفدتينا كتير، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لنا ولأولادنا ولكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. محتاجين إن احنا نقوي مناعتنا علشان فصل الشتاء ونزلات البرد، محتاجين الأعشاب الطبيعية تكون في بيتنا على طول، مش وقت التعب بس، ولكن هي بترفع مناعتنا، بتقوي مناعتنا، وكمان أكيد ليها فوايد كتير جدًا أخرى غير رفع المناعة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.